السلام عليكم. المجتمع المصري في خطر. ليه بقول كده؟ لأن المجتمع المصري أصبح الآن جميعا على السوشيال ميديا. طب ليه أنا بقول الكلام دوت؟ علشان أنا اكتشفت إن هناك بعض المفاهيم وبعض السموم التي تبث للأطفال وللشباب الصغير اللي هو النسبة الأكبر على كل وسائل التواصل الاجتماعي. النهارده مأساة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لما تلاقي بيتصدر لك مشهد غريب، وهو ان واحد خطب واحدة، حبوا بعض وخطبها، مفيش مشكلة. الغريب في الموضوع ايه؟ اللي النهارده البلوجر الشهير اللي اسمه عمرو راضي طلع بصورة غريبة النهارده مع خطيبته اللي اسمها هدير، ومتصورين مع بعض. بس المفاجأة مش في كده، والغريب مش في كده. الغريب ان الصورة ثلاثية وفي واحد شاب في النص حاضنهم الاتنين من الجنبين. طب مين الشاب دوت؟ طلع الاكس. طبعا الناس الكبيرة ما تعرفش يعني ايه كلمة الاكس، اما الشباب الصغير عارف يعني ايه كلمة الاكس. الاكس دوت اللي هو كان الشاب دوت كان صاحب خطيبة عمر راضي. كانوا بيحبوا بعض يعني قبل كده، يعني قبل ما عمر راضي وهدير اتخطبوا لبعض كان الاكس دوت اللي هو اسمه محمد عصام اللي متصور في النص في الصوره اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي ديت، كان حبيب هدير اللي واقفه ديت وكان صاحبها. فالواحد بيستغرب ما هو المفاهيم التي يصدرها تلك الصوره للمجتمع وللشعب المصري. هل من الطبيعي والمنطقي ومن الرجوله ومن النخوه ان انت تتصور صوره زي ديت؟ اللي انت تشارك واحد تالت، واحد تاني ولا تالت ولا رابع مع خطيبتك انها المفروض تبقى مراتك في المستقبل؟ اين الرجوله واين النخوه واين الشهامه؟ ده في مثل بيتقال: اجمل شيء في المراه حياؤها. هل في حياء للمراه او للانسان ده في الصوره اللي انت شايفها؟ وتكمله المثل بيقول: اجمل شيء في الرجل هو غيرته على عرضه. أين الغيرة على العرض والشرف وعلى الكرامة؟ وأين الرجولة من الأساس في صورة زي ديت؟ والأغرب مش في كده بس، ده بيصدر لك مشهد إن إحنا التلاتة نعيش مع بعض في كل مكان وفي كل مناسبة وفي كل حتة علشان ما نجرحش قلوب بعض. يعني البيه مش عايز يجرح قلب حبيبها السابق، ومش عايز يجرح قلب خطيبته اللي كانت بتحب واحد قبله، علشان الإنسانية. هذا ما يسمى بالدياسة. هذا المشهد انا متاكد انه بيتعمل علشان الترند، بس للاسف احنا كمجتمع وشباب واندر ايدج واطفال هم اللي بيتفرجوا وبيتابعوا الاحداث ديت، وبالتالي بتعمل انتشار وهم يكسبوا فلوس واعلانات على حس الحاجات ديت. هو ما بيفرقش معاه عرض ولا شرف ولا كرامه، وممكن بعد فتره ما يكملش خطوبته ولا يتجوز اصلا، بس حقق الغرض والهدف وهو الانتشار. كان بيقول لك الحياء شعبه من شعب الايمان، وخدوا بالكم من اطفالكم وولادكم بيتفرجوا على حاجات هيقلدوها في المستقبل، ويمكن بيقلدوها دلوقتي كمان. موضوع تاني اغرب وهو ان في واحده اسمها ملكه جمال العشوائيات، هكذا انتشرت واشتهرت على السوشيال ميديا. من هي ملكه جمال العشوائيات؟ لا مسمى تاني، هي اسمها ورده. وورده بقى مش بس اسمها ورده، ده ورده ام عبايه سودا. وما ادراك مع لفظ العبايه السودا في المجتمع المصري، اللي دايما كانوا للاسف بيصدروا لنا في الافلام القديمه ان الاماكن العشوائيه والحواري والناس البسيطه لازم الست او البنت فيها دايما تكون لابسه عبايه سوداء وبتتمشى في الحاره والشباب يعكسوها وكلام من ده. مشهد للاسف اتصدر في الافلام القديمه وفي الافلام الجديده وترسخ في عقول وذهن الشباب. فاللي اسمها ورده ديت بنت جميله قالت اما استغل الحته اللي موجوده في المجتمع المصري، وراحت لابسه عبايه سوداء وراحت عامله شكلها شكل الناس الشعبيين، وبدات تنزل تصور نفسها مع بلوجر اسمه محمد حسام في الشوارع على انها واحده بقى لابسه عبايه سوداء وبتتقصع وبتتمطع في الشارع، ومحمد حسام ده بقى بيعاكسها وبتاع. نفس المشهد اللي اتصدر في الافلام القديمه. بل عملوا مشهد تاني ان محمد حسام البلوجر اللي معاه دوت اتحبس وراحت قابله في السجن، وعملت مشهد قذر
ومن هذا الأساس ومن هذا المنطلق الأمن خد باله وتم القبض على ملك الجميع العشوائيات والتي تسمى باسم الشهرة وردة أم عباية سود، وتم اتهامها بتهمتين. وبعد التحقيق معها طلع ان هي اصلا لا بتلبس عبايه بلدي ولا عبايه سودة، ولا هي اصلا من منطقه شعبيه والهدف كله ترند، وهي اصلا ميك اب ارتست اسمها بسمة حجازي ومن اسكندريه اصلا كمان. تم القبض عليها واتحبست 15 يوم وتم توجيه لها تهمتين، والتهمتين اغرب من بعض. تهمه نشر اخبار كاذبه ونشر الفسق والفجور، والتهمه الثانيه هي الانضمام لجماعه ارهابيه. لكن اللي انا عايز اقوله ان من موضوع عمرو راضي وخطيبته هدير والمشهد العبثي اللي بيتصدر، وموضوع ملك الجميع العشوائيات ورده معبايه سمراء والمشهد اللي بيتصدر، وقبل كده حنين حسام ومودة الادهم ومش عارف سلمى مين الشيمي و كل تلك المشاهد السبب في انتشارها هو الشباب المصري والاندر ايدج والاطفال. انتوا اللي بتدوا مساحه للناس دي تنتشر. اتمنى ان يتم القضاء على كل تلك الظواهر، وان يتم تصدير مشهد جيد وحسن على السوشيال ميديا يعبر عن حقيقه الشعب المصري البعيد كل البعد عن الاسفاف. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.